مساء الخير عليكم، ونتمنى ان انتوا تكونوا بخير، ونتمنى ان ينال مضمون الحلقة اعجابكم. في البداية احب انوه واكد ان اي ظاهرة بنعرضها بنعمل تسليط للضوء عليها، وبنوضحها بدون توجيه اي اساءة او نقد، وبنسيب ليكم انتوا القرار. هدفنا التوعية وعرض الوجه الآخر للظاهرة اللي احنا بنعرضها. واحنا بدأنا من الحلقة اللي فاتت سلسلة اسمها انت مين. هدف السلسلة دي انها بتعرفنا احنا مين وبنتعامل مع مين، وازاي لما نتقابل مع شخصيات مختلفة نتعامل معاها من غير ما نوقع نفسنا في مشاكل. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، وهنتكلم النهاردة عن ظاهرة الشخصية القهرية. بداية لازم نتفق ان كلامنا اللي احنا بنقوله ده بينطبق على الستات وعلى الرجالة، مش الرجالة بس ومش الستات بس، عشان احنا النهاردة يعني هنتكلم في العموم زي الحلقة اللي فاتت. فانا لقيت بعض الكومنت يعني جالي على صفحة الفيس ان هو ده على الراجل بس، لا، او على الراجل وعلى الست. اي شخصية احنا بنتكلم عليها متاح انها تبقى موجودة عند الراجل وموجودة عند الست، مش على نوع معين يعني. ويلا بينا نعرف الأول مع بعض يعني إيه الشخصية القهرية. الشخصية القهرية دي من الاسم يعني مقهورة، لا ما تتخدعش في المعنى. قهرية مش المقهورة. دي الشخصية اللي ما بتقدرش تعبر عن مشاعرها، ولو عبرت بتبقى بتعبر في أضيق الحدود، بتكون شديدة التحفظ جدا لدرجة ان الشخص اللي قدامها بيحس ان هو متعجرف مغرور. والشخصية دي الطبيعي بتاعها يعني بيبقى كده، يعني ده الطبيعي بتاعها. حتى بيبقى ليها أصدقاء محددين وقليلين. الشخصية دي مش بتحب الفوضى، والشغل عندها رقم واحد في حياتها. مش بيجامل ومش بيعطي ثقة لحد بسهولة. على طول بيبقى في حالة قلق وتوتر دايما، علشان هو بيبقى عايز يظهر في صورة الكمال، وطبعا الكمال لله وحده. بيؤخذ على الشخصية القهرية ديت إنها دايما بتبقى مديانة الشكل أو المظهر الجامد القوي المتحفز. ده مش معناه إن هو من غير مشاعر أو هي من غير مشاعر، بالعكس على فكرة. هي بيبقوا كتلة من المشاعر، بس هم ما تعودوش ولا اتربوا ولا ده طبعهم إن هم يعبروا عنها أصلا. وبيعتبروا إن لما أنت تعبر عن مشاعرك يبقى أنت كده شخصية ضعيفة، وهم ما بيحبوش يظهروا بالمظهر ده. واحنا لسه قايلين ان هو عايز يظهر او هي عايزه تظهر بالمظهر الجامد القوي المتحفظ. بجانب الصفات اللي احنا لسه بنقولها، واللي من وجهة نظر علم النفس ان الصفات دي الكويسه، هنشوف بقى مع بعض الصفات السيئه او السلبيه للشخصيه القهريه. الشخصية دي بتشوف نفسها دايما انها صح وما بتغلطش. وان هي مش بتحتاج تاخد رأي اي حد في الموضوع، ومش بتهتم بآراء الاخرين. بيستخدم عقله في كل حاجة، يعني منحي القلب تماما. العقل هو رقم واحد والاخير في اتخاذ القرارات. طريقة التعامل بتاعة الشخصية دي مع الاخر بتبقى شخصية رسمي جدا في العلاقات، مفيش ود قوي. بيشعر الناس ان هم بيتعاملوا مع الشخصية القهرية دي انها ما عندهاش مرونة، وان هم باردين. بجانب ان الشخصية القهرية دي بتحافظ قوي على شكلها العام وعلى الشكل بتاع الجسد. يعني بيحبوا يشتغلوا بالرياضة ويحسوا ان هم فت وملفتين للنظر. الناس لما بتتعامل معاهم ويحسوا ان هم باردين ومتعجرفين، فبيترسم صورة ان هو متعالي ومغرور. الشخصية القهرية مش بتكون صداقات، واحنا لسه بنقول ان هو محيط بتاعه او المحيط بتاعه بيبقى صغير او قليل، سواء مع الجيران او اصدقاء زمايل العمل. طبعا من اهم عيوبه انه بيسعى للكمال، وطبعا الكمال لله وحده. وده بيرجع ان الشخصية القهرية دي بتهتم بكل التفاصيل صغيرة وكبيرة، وده بيخلي الشخصية دي بتهتم بإكمال الشكل الخارجي، وإنها تبقى واو من بره دون ما تهتم بالمضمون الداخلي. يعني أنا ببقى جميل جدا بره، بس أنا جوه طز، مش فارق معايا انا جوه ايه بقى، ومش فارق معايا اللي هيتحملني، انا اصلا كده كده علاقاتي محدوده. وعلى فكره مشكله برضو الشخصيه دي ان هي بتحكم على الناس من الشكل المظهري الخارجي، ملهوش دعوه بالمضمون. وده طبعا دي سطحية في التعامل، لأن أنت ممكن تنخدع في الشخص من بره، واو لابس جامد في التعامل، الفورمة هي يعني مدلعة نفسها، والشخصية من جواها بتبقى صعبة جدا وسيئة جدا.
الشخصية القهرية برضو من صفاتها السيئة إنها عنيدة جدا حتى مع نفسها، يعني مش عنيدة مع الآخر بس، لا دي عنيدة مع نفسها. وقاسية وصلبة حتى مع أقرب الناس ليها، لدرجة إن الشخصية القهرية ديت بتبقى متعمدة إنها شخصية تظهر يعني إنها شخصية قاسية مع القريبين منها جدا، وإنها ما تلينش علشان عايزة توصل المعلومة ديت. مش مشكلة انت تحبني ولا تكرهني، مش يعني ده مش فارق معاها، واحنا لسه بنقول هي مش بتهتم بآراء الآخرين. خلينا بس نتفق مع بعض، هو رأي الآخر مش بيبقى مهم في كل الأحوال، سواء سلبي أو إيجابي، لأن احنا عمرنا ما هنخلي المجتمع يتفق على شخص واحد يعني. فاحنا طبيعي احنا بنتكلم على المجمل العام بتاع الشخصية، لأن يعني احنا من الناس، أنا عني شخصيا ما بيفرقش معايا كلام الناس ولا بيفرق معايا رأي الآخر. ليه؟ لأن أنا بعمل اللي يمليه عليا ضميري واللي براعي فيه ربنا. طبيعي ممكن، مش ممكن، ده أكيد أنا بقابل ناس يعني بيبقى شايفين كده إن أنا حاجة مش كويسة، يعني إيه على طول إن أنتي ماشية بدماغك، وإن أنتي ما بتحطيش رأي الآخر. يكفيني إن أنا ضميري مستريح، ويكفيني إن أنا يعني ربنا هو اللي هيحاسبني، وأنا مراعية ربنا في الموضوع ده. فانا من الشخصيات اللي رأي الاخر ما بيفرقش معايا. بس احنا بنتكلم هنا الشخصية القهرية دي مش حتة انها مش بيفرقش معاها الرأي الاخر فتصدر في الكل، لا هي بتبقى عايزة توصل المعلومة دي. في فرق ما بين ان انت عايز توصل انت طز فيك، انا مش فارق انت رأيك فيا ايه، وفي فرق ان انت طبعك ما بتهتمش برأي الاخر، وده اللي انا بتكلم عليه. انا طبعي كده بيفرقش معايا مين قال مين عاد مين بيقول، مش فارق خلاص. اما ان انا عايزه اوصل لك حاجه زي كده دي اللي مش ظريفه. طيب ازاي نتعامل مع الشخصية القهرية؟ طبعا بعد ما عرفنا الصفات سواء الإيجابية أو السلبية للشخصية دي، لازم نعرف نتعامل معاها علشان ما نتعبش، وكمان ما نقعش معاها في مشاكل. فمن أهم الحاجات اللي احنا نقدر نوصي بيها يعني، وإن احنا نعرف نتعامل مع الشخصية دي، لأن احنا أكيد بنتقابل مع شخصية زي دي في الشغل في البيت. حد فينا متربى على كده، لان انا لسه قلت ان ده طبع، هو ما تعودش او هي ما تعودتش انها تعبر عن مشاعرها، طلعت في بيت التربية قد قاسية كده يعني. اول حاجه لازم نبقى فاهمين كويس جدا صفات الشخصيه دي سواء مميزاتها او عيوبها اللي احنا لسه قايلينها، لاننا بالفعل بنتعامل مع شخصيه صعبه. ومن هنا لازم نبقى عندنا هدوء بزياده، وما نبقاش عصبيين مع التعامل مع الشخصيه دي، لان احنا يعني هو او هي، يعني الشخصيه القهريه دي مش بارده، هي هاديه وطبعها كده. فانت بتحس ان انت لما بتتعامل معاه انه بارد ومتكبر ومغرور، هو مش كده، هو مش كده خالص، بس ده طبعه يعني اللي اتربى عليه. ما ناخدش اي تصرف او رد فعل منه على اي موضوع، او منها يعني موضوع انه رد فعل على محمر شخصي ان هو بيعمل كده فيا انا شخصيا، لا ده طبعه. لان احنا بنقول رد فعل ده جزء من شخصيته وصفاته، طبعه اللي اتربى عليها. لازم نحتوي الشخصية القهرية بكل طرق الاحتواء، ونبقى صبورين جدا، لان هو او هي للأسف ما لقيتش الاحتواء والحنان في الأسرة، عشان كده هي او هو طلع بالصفات دي نتيجة التربية من الصغر في بيئة قاسية ومع أسرة قاسية. طب هي الشخصية القهرية ديت ليها في الحب والجواز؟ خلينا نتفق بقى بغض النظر، في جزء من المستمعين طبعا مش هيبقى موافق على اللي انا هقوله، بس خلينا نبقى واقعيين مع نفسنا. الشخصية القهرية للأسف بيفاضل ما بين البدائل المتاحة في الموضوع ده بالذات، بمعنى ان هو عشان هو بيسعى للكمال، وطبعا الكمال لله وحده، فهو مش بيقدر ياخد القرار ده بسهولة، لان هو عايز حاجة فت بقى، يعني حاجة جامدة جدا، A1 يعني كاملة متكاملة، واحنا لسه بنقول كمال لله وحده. بجانب ان الشخصية دي بتاخد وقت كتير جدا عشان تاخد قرار، وكمان ممكن بتأجل لحد ما تاخد القرار بقى براحتها، بقى سنة 2 3 10 مش فارق معاها يعني. ولازم نتفق برضو ان الشخصية القهرية موضوع الجواز من اصعب القرارات اللي عند الشخصية دي، واللي دايما بتأجله الى اجل غير مسمى، العمر الطويل ليكوا بقى. وكل ما يفكر او تفكر فيه بيتراجع، عشان كده بنلاقي الشخصية دي سواء راجل او ست بتتأخر في سن الجواز، لانهم بيحطوا شروط صعبة جدا مش من السهل ان انت تلاقيها في الطرف التاني. مش بس كده، كمان الشخصية ديت اصلا احنا لسه بنقول العلاقات بتاعتها الجدية، نركز في الكلمة الجدية، مش الهمبكة ولا تقضية وقت ظريف لطيف جميل، بتبقى محدودة جدا اللي بتوصل للجواز. عشان كده هم بيفضلوا
والعلاقات السهلة السريعة اللي مش بتخليهم في وضع مسؤولية. بس ده مش معناه ان هو مش هيتجوز او هي مش هتتجوز خالص، لا، هو بعد ما بيقتنع من الصعب طبعا يعني، بس مش مستحيل، بياخد القرار اللي من الصعب يرجع فيه، لانه واخد بعد وقت طويل وتفكير واقتناع، وفي نفس الوقت بيتمسك بالشريك اللي اختاره للارتباط. بس للأسف الشخصية دي في نوع منها يعني اللي بيعاني بحاجة اسمها اضطراب الحب القهري. ده غير يعني ده جزء من الشخصية القهرية، بس ده بيبقى مرض، حاجة اسمها اضطراب الحب القهري، وده اللي بيبقى سببه التعلق بزيادة من الشخصية القهرية للطرف التاني اللي اختاره واللي عايز يعني يكمل معاه وبيتمسك بيه. وللأسف بتبقى في الحالة ديت الاضطراب الحب القهري ده بيبقى في صورة الغيرة اللي بزيادة واللي بتوصل للشك، وكمان بيبقى عايز يتحكم من طرفه بزيادة، وكمان بيتخيل طبعا بما ان في شك فبيتخيل حاجات مش ظريفة في الطرف التاني. وعلى فكرة الكلام ده على الست والراجل مش الراجل بس. كل اللي احنا عرضناه ده بيخص الشخصية القهرية السوية الغير مرضية. حتى اضطراب الحب القهري ده يعتبر بداية الحالة المرضية، بس كل اللي احنا بنقوله ده الشخصية الغير مرضية اللي مش بتصنف كمرض نفسي. والفرق ما بين الشخصية القهرية المرضية والغير مرضية هي لما بيبقى الشخص القهري شكاك بزيادة ومتحكم بزيادة عن الطبيعي والغير محتمل، وكمان بيخليه يتخيل حاجات مش موجودة على أرض الواقع. اللي بيسبب كده بيخلي صاحب الشخصية بيقع في مشاكل كتير جدا بتوصل للإجرام، لأن هو لما بيشك أو هي لما بتشك في الطرف التاني وبتتخيل حاجات مش حقيقية ممكن تقتله أو تقتلها. عشان كده لما بيكون الشخصية القهرية دي مرضية زي ما وضحنا بيبقى محتاج للعلاج النفسي لتعديل السلوك اللي بيساعد الشخصية تغيير طريقة التفكير وتصرفاته وسلوكه، زائد العلاج بالأدوية الموصوفة للحالة اللي موجودة على حسب المرحلة اللي يعني اللي وصل ليها الحالة المرضية دي. بكده يبقى احنا عرفنا مع بعض يعني ايه الشخصية القهرية وايه اهم صفاتها، وازاي نعرف ان احنا بنتعامل مع شخصية قهرية وازاي نتعامل معاه، لان هو يعني ضحية تربية أسرة قاسية وظروف من الطفولة صعبة. اكيد في أسر كتير بتبقى فاهمة ان القسوة في التربية ديت بيبقى يعني حاجة كويسة، فانا اطلع واحد او واحدة متحملة مسؤولية، بس للأسف هم ما بيشوفوش للقدام ان هم كده بيأثروا بالسلب على الاتزان النفسي بتاع الطفل، وبيطلع من جواه عنده عقد بتكبر بقى معاه. بكده خلصنا حلقتنا، وعايزين منكم تشاركونا بتجربتكم في الكومنت لو قابلتوا حد بالمواصفات اللي احنا اتكلمنا فيها ديت. ونتمنى ان ينال الحلقة اعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وصفحتنا على الفيسبوك واللايك والشير وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير في الحلقة القادمة بإذن الله، ومع السلامة.